السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتشفت وانا بقلب في الفيديوهات القديمة اللي على القناة ان في فيديو لغرزة مهمة جدا خاصة بالكروشيه انا للأسف ما عملتهوش، الا وهو غرزة العمود بلفتين او تريبل ستيتش. وعشان كده انا قررت ان احنا نبتدي الريلانشنج بتاعنا او الموسم الجديد من القناة بالغرزة دي. طيب عشان نعمل الغرزة دي هنحتاج ان احنا نعمل طبعا عقدة البداية. اوكي، وهنحتاج نعمل عدد من غرز السلسلة، سواء عقدة البداية او غرزة السلسلة هتلاقوني منزلاها في فيديوهات على القناة بتاعتنا، فلو حابين ترجعوا لها لمزيد من الايضاح ان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم. في عمود بلفتين احنا بنشتغل في الغرزة الرابعة، يعني بنسيب اول وتاني وتالت ونشتغل في هنا، ده علشان طول الغرزة ذات نفسها او ارتفاع الغرزة ذات نفسها. بنعمل ايه؟ بناخد لفتين تاني كده نعمله مع بعض على الابرة بتاعتنا، وبعدين بندخل في الغرزة اللي احنا هنشتغلها ونطلع. اول مرة هنلاقي ان احنا عندنا 4 لفات على الابرة هنشتغلهم اتنينات اتنينات. ادي اول 2، تاني 2، وتالت 2. تاني ناخد لفتين الغرزة نطلع، عندنا 4 لفات على الإبرة نشتغلهم 2 2 2. كمان مرة، تمام، 2 2 2. طيب نشتغل الغرزة دي كمان عشان نشوف كمان احنا هنعمل الدورة التانية ازاي. لا شفتوا خدتها لفة واحدة، ناخد لفتين ندخل في الغرزة هنا مش دي تطلع تاني، ناخد لفتين تمام ونشتغلهم 2 2 2. طيب عشان نبتدي الدورة التانية بنرتفع بعدد سلاسل معينة. هنرتفع بكام سلسلة؟ احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان هي في 1 2 3 4، لان احنا قلنا نشتغل في الغرزة الرابعة، فاحنا هنرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وبعدين نقلب تمام ونشتغل بقى ايه العادي بتاعنا اللفتين وهكذا. بس دي كانت غرزة العمود بلفتين. من مميزات الغرزة دي ان هي نظر ان هي طويلة او ارتفاعها عالي فبتخلص الشغل بسرعة. من عيوبها ان هي الشغل بيكون فيه فراغات كتير او كأنه ليس، ممكن ما نقولش ده عيب لو احنا عايزين كده فعلا. بس فدي مميزات الغرزة دي، وان شاء الله هنشتغل بيها كتير في القناة في المشغولات اللي جاية. واتمنى ان يكون الفيديو كان سهل وواضح وبالتوفيق.